ازاي تتخلص نهائيا من التهابات والام الاعصاب في 5 ايام بس؟ اي حد بيكون عنده التهاب في الاعصاب بيبقى عنده مشكله كبيره جدا في موضوع الالم ده. الالم ممكن يجي في اسفل ظهرك، ممكن بيجي في فقرات الرقبه، ممكن يجي كمان لحد الرجلين بالكامل، وبيبقى اسمه عرق النسا او حرقه الاعصاب. مشكله الالم دوت انه بيشل حركتك، بيخليك لا مرتاح وانت نايم، ولا وانت قاعد قادر تمشي، ولا قادر تشيل حاجه. النهارده هنتكلم ازاي تتخلص من الالم نهائيا، مش مجرد انك تعتمد على مسكنات تديك تأثير شوية وبعد كده الألم يرجع تاني. ألم الأعصاب في الأساس سببه التهاب الأعصاب. لما بنعالج الالتهاب ونزود الطاقة والمغذيات اللي رايحة للعصب، هنقدر نتخلص من الألم العصبي نهائيا. علاج الأعصاب اللي بنتكلم عنه ده إننا ناخد مضادات التهاب، مضادات أكسدة بتدعم الأعصاب وبتحميها وبتغذي العصب، وفي نفس الوقت بتزود الطاقة الواصلة للأعصاب علشان نسمح لها إنها تتجدد تاني. ساعتها الألم يختفي ويتعالج من جذوره. أهم المواد الفعالة اللي احنا محتاجينها لتقوية العصب، أول حاجة مضادات الأكسدة، وأهم حاجة هي حمض الألفا لايبوليك أسيد. الدراسات كلها جمعت إننا محتاجين حوالي 600 مللي جرام يوميا لعلاج الألم العصبي عشان تجيب نتيجة فعالة. مميزاتها انها ماده امنه جدا ملهاش اي اثار جانبيه تذكر. تاني حاجه تنشيط الدوره الدمويه اللي واصله للاعصاب، وزي ما اتفقنا ايوه يا جماعه الاعصاب ليها دوره دمويه ولها غذاء دموي. بنستخدم هنا الجينيكو بيلوبا بتركيز من 80 ل 120 كل يوم، موجود في حاجه زي الجينيكو بلس. اهم المغذيات فيتامينات طبعا ب كامل، ب مركب، ب1، ب6، ب12 زي ما قلنا في فيديوهات قبل كده. كمان فيتامين د. اهم حاجه انه يفضل ان فيتامين بي 1 يكون في صوره بايوم فيتامين 300، لانها الصيغه اللي بتخترق الاعصاب كويس وبتساعد فعلا في تقويه الاعصاب. اهم حاجه كمان ال كارنيتين دوت بيساعد على زياده الطاقه الواصله للاعصاب وبيساعد الاعصاب انها تتجدد. بص بقى، علشان تجيب كل واحد لوحده هتبص تلاقي نفسك بتاخد 3 اصناف او 4 اصناف كل يوم. هتبص تلاقي نفسك زهقت من كتر العلاج، هتوقفه من نفسك او هتاخد جزء منه وتسيب التاني. عشان كده هرشح لك 3 انواع فيتامينات لعلاج التهاب والام الاعصاب، مش مسكنات، ولكن هي عباره عن المواد اللي اتكلمنا عليها ديت متجمعه في قرص واحد او كبسوله واحده. اول نوع معانا النيرو تونكس، ده فيه برضه ب1 وب6 وب12 وفيتامين د وكمان حمض فوليك وكركمين. والكركمين احنا متفقين ان هو مفيد جدا ومضاد اكسده ومضاد التهاب، جميل جدا. وال كارنيتين كمان تركيبه ممتازه جدا لكن غاليه شويه. هكتب لكم الاسعار على الشاشه. القرص ده لما تاخده 3 او 4 ايام تبدا في اليوم الخامس تحس بتحسن بنسبه تصل ل 75%. تاني نوع عندنا الالفا فيم، في منه تركيز 300، في منه تركيز 600، برضه في الفا لايبوليك اسيد مع فيتامين ب1 وب6 وب12، وكمان في جينيكو بيلوبا برضه. كبسوله واحده يوميا قبل الاكل بساعه او بعد الاكل بساعتين على معده فاضيه يعني، وممتاز جدا خصوصا لو انت عندك سكر وعندك التهاب اعصاب طرفيه من السكر او سنك كبير، لان الدوره الدمويه بتقل والحركه بتقل بعد سن ال40. ثالث نوع معانا نيرفيزام، وبرضه بيعتمد على فيتامين ب1 وب6 وب12، وموجود كمان فيتامين د بجرعه مناسبه. موجود كمان في الفا لايبوليك اسيد بس ما فيهوش جينيكو بلس. كبسوله واحده يوميا قبل الاكل بساعه او بعد الاكل بساعتين. بعد 3 ايام او 4 ايام اليوم الخامس تبص تلاقي نفسك بدات تحس بتحسن كبير جدا. جزئيه مهمه جدا، لو انت عندك نقص في فيتامين د، لو ناقص عندك اقل من 20 او 30 في التحليل، لازم تعوضه ب 50,000 وحده اسبوعيا لمده من 8 ل 12 اسبوع، وبعدها ناخد 1000 وحده يوميا. 1000 وحده يوميا موجوده في نقطه في قطاره في دروب فيها 10 نقط، النقطه عندنا ب 100 وحده. لو فيتامين د ناقص مش هتعرف تعالج التهاب الاعصاب بشكل كامل،
فلازم لو انت عندك نقص فيتامين د بتعوضه. تاخد كمان مضادات اكسده طبيعيه مهمه جدا، موجوده في حاجات طبيعيه زي الشاي الاخضر، نص معلقه كركم عليها ربع معلقه فلفل اسود، الزنجبيل ومنقوع لبان الذكر، مضاد التهاب قوي جدا من غير اي اثار جانبيه. نقطه مهمه جدا لمرضى السكر، لو عندك مقاومه انسولين، دهون بطن حشويه، مرحله ما قبل السكر، نظم سكرك. اهم حاجه دي بتزود الاعصاب وبتزود الالتهابات. لازم تقلل السكريات وتظبط سكرك. لو انت مريض سكر بيساعد جدا في تقليل التهابات الاعصاب. ومش هتفيد الحاجات ديت لو انت بتاخد مقويات الاعصاب والسكر مش مظبوط. لو الالم شديد جدا مش قادر تستنى لحد ما الفيتامينات تشتغل زي ما قلنا 4 أو 5 ايام، نحاول ما ناخدش مسكنات لمده طويله لانها بتبوظ المعده وبتخليك تتعود عليها. البديل الافضل اي سبراي موضعي بتقنيه التبريد، بيشتغل زي التلج كده، بيخدر المكان، بيريحك ساعات، ترشه على مكان الالم العصبي سواء كان في الرقبه او اسفل الظهر او لو كان حتى عرق نسا. لو اضطريت لمسكن ممكن تاخد باراستامول 1000 بحد اقصى 3000 في اليوم، امن جدا مفيش اي مشاكل، ضعيف شويه لكنه امن على المعده والكلى. الالم العصبي ممكن يكون شديد، لكن لو طبقت اللي قلناه هتلاقي تحسن واضح خلال ايام قليله، ومع الاستمرار الالم بيختفي تماما من جذوره. وبكده نكون عالجنا السبب من جذوره، مش ادينا مسكنات وخلاص. نستمر عليها قد ايه؟ حبايه من اي نوع من دول قرص قبل الاكل او بعد الاكل بساعتين لمده شهر او شهرين، بيجيب نتائج كويسه جدا. لو الفيديو عجبك اعمل لايك واشتراك واعمل شير، وما تنساش ان شيرك بيفيد غيرك. دمتم سالمين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.